يا مساء الخير، أنا دعاء وده فيديو جديد. النهاردة هنعمل كفتة مشوية في البيت بطريقة سهلة، هتطلع زي الكفتة اللي بنجيبها من بره بالظبط. أهم حاجة يا جماعة في الكفتة المشوية نسبة الدهون اللي في اللحمة، ما ينفعش نعمل كفتة بلحمة حمرا خالص. هقول لكم على الكمية. أنا محضرة كيلو لحمة مفرومة، عليها ربع دهن ضاني، بصلتين، قرن فلفل كوبي احمر واخضر وثلاث فصوص توم، شوية بقدونس من غير العيدان بتاعتها، ورق بس، فلفل وملح وبابريكا، معلقة نشا كبيرة عشان تماسك اللحم، ونص معلقة بيكنج باودر صغيرة عشان ما تبقاش مكتومة. هنا انا بشرت في الكبة البصل مع الفلفل. انا مش عايزة المية بتاعتهم، انا هصفي المية منه كويس قوي، وبعد كده احنا هنحتاج للمية دي هنستعملها. هنعصر كويس قوي البصل، نحس ان مفيهوش خلاص ميه خالص. على فكره انا مش حاطه طماطم، ده لون الفلفل الاحمر. البقدونس اهم حاجه ما يبقاش فيها عيدان، نشيل العيدان منها والورق نقطعه صغير. البابريكا حاجه مهمه قوي في شوي اللحوم عموما يعني. حاطه ملح وفلفل وشويه بابريكا ومعلقه نشا، نص معلقه صغيره بيكنج باودر. هناخد بقى البصل اللي صفيناه، وانا عصيان الشيش طاووق هعملها فيها، ببقى نقعاها في ميه عشان ما تتحرقش في الفرن. الميه اللي نزلت من البصل دي هنحط لها نص معلقه صغيره جدا عسل وشويه ملح وفلفل. هنحط بقى التوابل بتاعتنا والبصل ونعجن كويس جدا جدا، يعني نعجن كده حبه حلوين. انا مش حاطه عصايه واحده علشان اللحمه ما تقعش منها، عشان تتحمل اللحمه. هعمل كوره كده وبعد كده ادخلها في العصيان دي. اهم حاجه ان احنا نفضل نضغط كده على اللحمه علشان ما تقعش منها. واهم حاجة الحروف، الحرف اللي فوق والحرف اللي تحت لازم نضغط عليه كويس. ويكون معانا بولة كده فيها مية، كل شوية نحط ايدينا فيها ونصبع اللحمة واحنا حاطين ايدينا في في مية بسيط يعني. دي الصينية اللي انا هعمل فيها الكفتة. قطعت فيها بصل وطماطم حلقات، ينزل عليهم بقى الدهن اللي بينزل من اللحمة بيخلي طعمهم حلو جدا. بس هنبتدي نرص الكفتة في الصينية، ونكون مولعين الفرن مسخنينه من قبلها. ما بتاخدش بالفرن كتير، كل شوية نفتح عليها ونقلبها وندهنها بمية البصل والفلفل. نص معلقة العسل دي علشان اللون بس مش اكتر، عشان لون الكفتة. اهم حاجة نضغط عليها كويس قوي قوي واحنا بنصبعها كده، والحرف اللي تحت والحرف اللي فوق، علشان ده بيحافظ على تماسك اللحمة. طبعا الكمية زي ما انتوا عايزين، انا لما لقيت ان هي مثلا زيادة شوية بقلل منها. انا كده خلصت رصيتها كلها. قبل ما ادخلها الفرن هدهنها بالمية دي دهنة، وادخلها الفرن. كل شوية هنطلعها نقلبها وندهن برضو بنفس مية البصل اللي احنا مسايبينها على جنب. طبعا مش عايزة اقول لكم هي طعمها زي الجاهزة بالظبط. في الاخر بنسخن فحمة ونحطها في الصينية تاخد ريحة الفحم. فطريقتها سهلة. هندخلها الفرن. الفرن لازم يكون سخن من قبليها. بصوا انا كده دخلتها حوالي ربع ساعة، بدأت تلون، هبتدي اقلبها طبعا بالراحة عشان ما تقعش من العصيان وتتبهدل مننا. واحدة واحدة كده نقلب كله، وندهن الوش الابيض ده بنفس مية البصل اللي احنا سايبينه. انا ما بحطش طبعا طماطم، بفرم اللون الاحمر ده بتاع الفلفل الكوبي. هدهن بقى كل ده وارجع ادخلها الفرن تاني. يعني مش هتاخد في الفرن اكتر من ربع ساعة كمان. قبل ما تطلع ب10 دقايق بسخن الفحم. كده انا خلصتها. ميرسي جدا على متابعتكم. يا رب تكون الفيديوهات بتعجبكم، ان شاء الله نستمر بدعمكم. لو عجبكم الفيديو نشترك في القناة ونفعل الجرس. ميرسي جدا جدا.